السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جاي اكلمكم النهارده عن عباده اسمها عباده غض البصر. غض ايه؟ غض البصر. بجد في حاجه اسمها كده؟ في الزمن اللي احنا فيه. في السوشيال ميديا والتيك توك والانستجرام في حاجه اسمها كده. يا عم انت بتهزر. والله في حاجه اسمها كده. آه... طب انت بتغض بصرك ليه؟ طب بتغض بصرك عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. مش خاطر حد شايفني، لا مش خاطر حد شايفني. صعبه صح؟ صعبه قوي قوي. بس ربنا هيكافئك ليها اجر كبير قوي. ربنا بيقول ايه بقى؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ده ربنا اللي بيقول ليك مغفرة واجر كبير. مين دول اللي بيخشون ربهم بالغيب؟ الناس اللي بتخاف ان ربنا شايفها، وان هو مش قافل عليه اوضته فمحدش شايفه، لا ربنا شايفني. ربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني ربنا حتى النظرة اللي هي ايه محدش شايفك، او انت مثلا يعني بصيت كده لمحت من غير ما حد ياخد بالك، او الفيديو شغال فانت قمت حد ماسك موبايلك وممكن تبقى وسط ناس بس محدش شايف ايه اللي في موبايلك وانت عمال تتفرج. ربنا شايف. ربنا شايف. المشكلة بقى لما بنبص ايه اللي بيحصل؟ من اطلق النظر الى الحرام منع لذة الحلال. صعب قوي. صعب قوي انك انت لو عينيك بتبص على الحرام، الحلال اللي في ايديك عمرك ما هتعرف تستمتع بيه. لو انت مش متجوز ولسه ما اتجوزتش وعينيك عماله تبص على الحرام وعمال تتفرج على فيديوهات او اي حاجه قدامك بتيجي بتقف عندها وبتشوفها، عمرك ما هتعرف تستمتع بالحلال اللي في ايديك او بالمتاح اللي في ايديك. سواء مثلا انت رياضه، شغل، اي حاجه في حياتك، انت لو لسه ما اتجوزتش مش هتعرف تستمتع بيها، لان انت كسرت كل استمتاعك على الحته الشهوانيه. خلاص الشهوه بقت مسيطره عليك. بقت خلاص بقى انت عارف اللي هو ايه. لو واحد مثلا نفسه في عربيه بي ام دبليو وهو معهوش دلوقتي تمنها، وعمال كل شويه يخش يتفرج على عربيات البي ام والاصدار الاحدث منها، وعمال خلاص هو مش عارف يستمتع بان هو ممكن يخرج ويتبسط وبتاع. هو دماغه كلها هجيب العربيه دي ازاي، وايه العربيه الجميله دي، ويخش يتفرج. انت كده مش عارف تستمتع باللي معاك. وطبعا انتوا فاهمين انا اقصد ايه. يبقى انت عمرك ما هتعرف تستمتع باللي معاك لو انت مش متجوز. والحلال هيتاخر. لو انت عينيك عماله تبص على الحرام ونظر ربنا ليك مش في اعتباراتك، صدقني الحلال هيتاخر. يعني لو انت هتتجوز ونفسك تتجوز، لو غضيت بصرك وجاهدت نفسك عشان خاطر ربنا شايفك ونظر ربنا ليك اقرب من نظرك انت للحرام، صدقني ربنا هيغنيك بالحلال. اما جوازك هيقرب، او لو انت ما اتجوزتش هتلاقي نفسك عارف تستمتع بالحاجات اللي في حياتك. عارف تستمتع وانت بتلعب رياضة، عارف تستمتع وانت خارج مع اصحابك، عارف تستمتع وانت حتى بشغلك ولا وانت بتذاكر، لان انت خلاص مخك بقى مركز، مش مركز في الحتة التانية. لو انت بقى غضيت بصرك، ابتغاء مرضات ربنا على قد صعوبتها على قد مكافئتها. اول حاجة استعين بربنا وقول له يا رب عيني ان انا ما ابصش للحرام، وقول له يا رب متعني بالحلال اللي انت اديتهوني، سواء كنت متجوز او ما كنتش متجوز. فمن اطلق النظر الى الحرام منع لذة الحلال. لو انت مش متجوز هتلاقي الحلال هيتأخر ومش هتعرف تستمتع بالحاجات اللي في ايديك. ولو انت متجوز صدقني مش هتعرف تستمتع حتى بمراتك، وانت اكيد مجرب الكلام اللي انا بقوله ده وعارف، وهتشوفها وحشه وهتشوفها مش ايه دوت، وهتشوف دايما عايز تشوف احلى منها، لانك انت عينيك عماله تبص للحرام تبص للحرام. يا جماعه في مرتبه اسمها مرتبه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ما تفكرش ان انا بقول لك الكلام ده فانا قديس يعني ما ببصش، او ان انا كذا كذا. لا انا بجاهد نفسي، وانت قلت الفيديو ده ليك عشان تجاهد نفسك، وانا جاهد نفسي، وهنفضل نجاهد نفسنا لحد ما نموت، هنفضل نجاهد نفسنا ونفضل نوصي بعضنا لحد ما ربنا ان شاء الله يدخلنا الجنة ويحرم عينينا عن النار. عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعين لا ترى النار. من ضمن العين اللي لا ترى النار دي عينا غضت الطرف عن محارم الله. غضت عن محارم الله، يعني دي حاجة حرام فأنا مش هبص عليها، وأجرها كبير قوي عند ربنا. فربنا يا رب يعيننا إن احنا نغض بصرنا، وربنا يعينك ويعينك إنك تغض بصرك، وربنا يغنينا بالحلال ويمتعنا بالحلال اللي في إيدينا.
ويجعلنا دايما نشوف ان نظر ربنا لينا اقرب من نظرنا احنا للحرام، وما نخليش ربنا اهون الناظرين الينا. انا عارف ان الكلام ممكن يكون مثالي، بس صدقني لازم نقعد نجاهد نفسنا ان احنا ما نبصش للحرام، وربنا هيدينا مكافآت كتير جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شير للفيديو ده لو عجبكم. شكرا. سلام عليكم.